اهلا بيك يا صديقي في الليسون الثالث من الماركتينج باث الوحده الاولى. انا عايز اقول لك ان الليسون دي هتكون فيها معلومات قيمه جدا، وخلي بالك احنا كل ما نخش في الليسون اللي بعده كل ما بيكون فيه معلومات اقيم واحسن. عايزك تركز قوي معايا في الليسون ده عشان احنا هنعرف حاجتين مهمين جدا، وهي الباير بيرسونا والكاستمر جورني، وايه علاقه الماركتينج ميكس بالباير بيرسونا بالكاستمر جورني، وكمان الماركتينج فانل. هل الاربعه دول ليهم علاقه ببعض؟ الاربعه دول ما بيفرقوش بعض. ان شاء الله في السيشن دي اول ما تعرف العلاقه ما بين الاربعه دول انت حرفيا هتفهم وهتغير فكرك تماما عن الماركتينج بشكل عام. حضر كوبايه القهوه بتاعك ويلا بينا نروح على الشاشه. خلي بالك احنا كل ما نتعمق شويه احنا في حاجات كتيره قوي بنعرفها وحاجات بتفرق معانا في الكورس ده او الليسون ده. ان شاء الله باذن الله هيفرق معانا بشكل كبير جدا، وفي حاجات كتيره قوي هنعرفها في السيشن دي. السيشن دي غنيه حلوه هتعجبك. طيب احنا في السيشن دي او في الليسون ده احنا هنتعرف على حاجتين مهمين جدا. How do I know my client والكاستمر جورني. ازاي اعرف العميل بتاعي، ده رقم واحد، واتنين رحلته معايا، وازاي ابني الرحله بتاعته دي، وازاي اخش فيها واتعمق فيها. الله، الكلام ده ليه علاقه بالليسون اللي فات. الليسون اللي فات مرتبط ارتباط تام بالليسون ده. احنا الليسون اللي فات اتكلمنا عن الفانل، بس اتكلمنا بشكل مبدئي كده كروتناه، وبرضه اتكلمنا في الليسون الاول عن الفانل برضه بشكل تقليدي. لا بقى يا معلم، الليسون ده انت هتختم الفانل بشكل يعني بنسبه 100%. خلاص انت مش هتحتاج انك انت تعرف الفانل تاني. ليه بقى؟ لان الفانل احنا هنبنيه في اخر حاجه خالص، من بعد ما تكون رقم واحد عرفت العميل بتاعك، رقم اتنين عرفت تبني الفانل بشكل سليم للبيزنس بتاعك. خلاص انت عرفت النوع الفانل. لو تلاحظ في السيشن اللي فات عرفنا ايه هي انواع الفانل. خلاص انت بتختار نوع الفانل بتاعك وتبدا انك انت تبني عليه الليسون ده. طيب ازاي الكلام ده هيتم؟ اول حاجه انا محتاجك تعرف العلاقه ما بين الماركتنج ميكس والفانل والباير بيرسونا. الماركتنج ميكس هل له علاقه بالفانل؟ هل له علاقه بالباير بيرسونا؟ التلاته مكملين بعض. التلاته بكل بساطه هم بيحددوا الجمهور بتاعك وانك انت توصل لهم بشكل سليم وبشكل صحيح. طيب الماركتنج ميكس بكل بساطه كده، خلينا لو تفتح النوت معايا. الماركتنج ميكس احنا قلنا في 4 بيس اساسيين. خلينا نتكلم على الاساس دلوقتي، سيبك من ال7 بيس. عندك رقم واحد البرودكت، اتنين البرايس، رقم 3 البليس، رقم 4 البروموشن. حلو الكلام. عرفنا الفانل. ايه هو الفانل بشكل مبدئي؟ لو نرجع للسيشن اللي فات قلنا ان مقدمة الفانل بتكون عبارة عن awareness وعي، 2 اهتمام، 3 desire، 4 purchase او شراء او اكشن. اي اكشن عامة على حسب الفانل اللي احنا حددناه. ده كده بس الفانل؟ هو ده كده انا كده بنيت فانل؟ لا، انا مش هعرف ابني الفانل بتاعي غير لما اعرف الايه، الباير بيرسونا بتاعتي. شوف بقى الثلاثه بيكملوا بعض ازاي. الباير بيرسونا بتاعتي هي اللي هتحدد لي الفانل بتاعي، ومن الفانل بتاعي اقدر احدد رحله العميل، او اقدر افهم رحله العميل بتاعي او الكاستمر جورني بتاعتي، او رحله العميل جوه البيزنس بتاعي. بس كده يا معلم. اهو عرفنا الثلاثه بيرتبطوا ببعض ازاي. الثلاثه هم حرفيا البيزنس بتاعك. التلاتة دول انت لو تمكنت منهم بشكل صحيح بعد السيشن دي، وان شاء الله باذن الله انا اضمن لك بعد السيشن دي انك انت تكون فهمت ازاي الفانل بيتبني صح، وازاي تعرف العميل بتاعك بشكل صحيح ان شاء الله. تمام؟ طيب خلينا نفهم في الاول كده قبل اي حاجه يعني ايه باير بيرسونا. الباير بيرسونا هي الايه، البطاقه التعريفيه بتاعت العميل بتاعك. البطاقه التعريفيه اسمه، سنه، عمره، ما هو سنه هو عمره، ايه ده سنه، اهتماماته، الحاجات اللي بيحبها، الحاجات اللي بيكرهها، مثلا ايه هي قراراته بياخدها ازاي. طيب انا عايز افهم اكتر معلش. طيب تعالى بقى اما نشوف محمد بيقول لنا ايه. محمد، طيب تعالى. محمد شاب بيقول انا عندي 28 سنة من القاهرة، بحب التكنولوجيا وريادة الأعمال، وعندي شغف بكل جديد في الديجيتال ماركتنج أو في عالم التسويق الرقمي. بحب أتعلم وأطور من نفسي طول الوقت، وبحب أتابع ورش عمل وكورسات أونلاين بتخليني أكسب مهارات جديدة.
اكتر حاجة بتهمني اني الاقي حلول عملية وسريعة للمشاكل اللي بتواجهني، وانا شخص بهتم بجودة الحاجة اللي بشتريها، وبحب اكون فاهم التفاصيل قبل ما اخد القرار. بثق اكتر في البراندات اللي بتكلمني بلغتي وبتحس بيا وبتقدم لي قيمة حقيقية. هدفي الكبير دلوقتي ان ابني بيزنس خاص بيا بيعتمد على التسويق وبيحقق دخل مستقر باذن الله. الله، لو تلاحظ محمد عرف نفسه بطريقة كاملة، كل حاجة عن محمد انا عرفتها في السطرين دول. انا محمد شاب عندي 28 سنة من القاهرة، بحب التكنولوجيا وريادة الاعمال. يبقى محمد عرفت سنه ونوعه والبلد والمهنة بتاعته. تمام. بحب اتعلم واطور من نفسي طول الوقت، وبحب اتابع ورش العمل والكورسات الاونلاين اللي بتخليني اكسب مهارات جديدة. يبقى الاهتمامات والهوايات. حلو الكلام. اكتر حاجة بتهمني، يعني هو دلوقتي احنا خلاص عرفنا اهتمامه وهويته. اكتر حاجة بتهمني اني الاقي حلول عملية وسريعة للمشاكل اللي بتواجهني سواء في شغلي او في حياتي. انا شخص بهتم بجودة الحاجة اللي بشتريها قبل ما اخد اي قرار. دي المشاكل اللي بيواجهها وازاي بياخد قرار الشراء معاها. طب ازاي خد قرار الشراء؟ ان هو بيثق اكثر في البراندات اللي بتكلمه وبتحس بيه، وهدفه الكبير انه يبني البيزنس خاص بيه اعتمادا على التسويق الالكتروني ويحقق دخل مستقر باذن الله. يعني الراجل اتكلم عن المشكلة بتاعته، وكمان اتكلم عن القرار ازاي بياخد قراراته، واتكلم كمان عن الهدف بتاعه. ده كده بكل بساطة اختصرت لك يعني ايه الباير بيرسونا. حلو الكلام. هل كده في مشاكل في الجزئية دي؟ طب ننقل كده على الجزئية اللي بعدها. ازاي ابني باير بيرسونا؟ يعني باختصار انا كصاحب بيزنس دلوقتي، انا يا عمي انت عمال تقول لي كلام نظري، طب انا دلوقتي اعمل ازاي موضوع الباير بيرسونا ده؟ ازاي اجيب العميل بتاعي؟ انا راجل فاتح محل على باب الله، ومعرفش انا صفاته ونعته والسلوك اللي بيمر بيه والكلام العبيط اللي انت بتقوله ده. اولا كده ده مش كلام عبيط يا معلم، الكلام ده حرفيا قادر انه يحول البيزنس بتاعك 360 درجة. طب ازاي الكلام ده؟ طيب خليني كده اول حاجة اعلمك ازاي تبني باير بيرسونا. بص يا صديقي، خليني اقول لك على حاجة بسيطة جدا 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 جدا. لو تفتكر الشاذلي، كلنا عارفين الشاذلي ده من الناس اللي هم طلع مرة واحدة على السوشيال ميديا وطلع ترند. حلو، ده مثال بسيط، يعني انا بقول لك مثال. هل الشاذلي نجح عشان باير بيرسونا؟ هل هو فاهم الجمهور بتاعه والكلام ده ومش عارف ايه احب اصدمك واقول لك الشاذلي فاهم الجمهور بتاعه. اولا كده الشاذلي اختار شريحه يشتغل عليها، ده كده رقم واحد. ايه الشريحه الايه يا باشا؟ لا، الشريحه السي خالص، اخر حاجه، الناس اللي هي الكحيانه التعبانه. بدأ بيهم. ليه بقى؟ لان معظم الشباب دلوقتي في مصر مش لاقيين شغل وحالتهم الماديه مش قد كده، فالراجل خد الشريحه دي كاكبر شريحه يقدر يشتغل عليها، وبدأ يعمل يا باشا فيديوهات وريلز وعروض، ويلا يا شباب انا عندي السويت شيرت ب 2 جنيه و3 جنيه. الراجل ما شاء الله عليه عمل طفره في الجمهور ده. الله، انتقل بقى يا معلم لكذا جمهور تاني بعده. الراجل عمل طفره في الجمهور سي. خلي بالك ان شاء الله باذن الله انا هعرفك بالتفصيل في السيشنات اللي جايه ايه هي الشرايح وازاي انك انت تبدا تشتغل عليهم. عندي جمهور A وعندي جمهور B وعندي جمهور C. ان شاء الله الجمهور C ده اقل جمهور فيهم، وهو ده اللي اشتغل عليه مين؟ حبيبك في الله الشاذلي. الراجل عمل طفره، بدا يطلع بقى في كل بدا يطلع في باقي او في كل الشرايح. الله، يعني انا اقعد اشتغل في شريحه اتميز بيها علشان اظهر لبقيه الشرايح؟ اوعى تصدق حد يقول لك انت لازم تختار شريحه معينه وتفضل شغال عليها طول عمرك. لا يا باشا، انت هيجي وقت لما تيجي تنجح في الشريحه اللي انت شغال فيها انت هتبيع لكل الشرايح. الموضوع ده عادي؟ الموضوع ده عادي، وده من وجهه نظري التي لا قيمه لها على راي استاذنا الكبير باسم مجدي. كده احنا خلاص عرفنا اهميه الباير بيرسونا معانا. انا بقى عايز اعرف ازاي اعمل الباير بيرسونا. اولا كده انت كصاحب بيزنس اعمل زي الشاذلي. مفيش صاحب بيزنس في الدنيا غير لما يبقى عارف الشريحة اللي هو شغال عليها. ما تفكرش ان صاحب البيزنس ده او مدير الاعمال او رائد الاعمال مش فاهم في الكلام اللي انت بتقوله. لا، والناس اللي بتشوف الكورس دلوقتي او الناس اللي بتتابعني عارفين الكلام اللي انا بقوله ده كويس وعارفين اهميته، تمام، بس مش عارفين يخشوا جواه. ازاي اعمل الموضوع ده؟ فبيجيب واحد بقى هو يشتغل له ويظبط له الموضوع ده. لا، انت بنفسك كصاحب بيزنس هتعمل الموضوع ده. تمام؟ طيب اديني التركايه، اديني الخلاصه. دلوقتي خلينا نفترض في مثال قبل ما اقول لك ازاي تبني الباير بيرسونا بتاعتك. انت مثلا بتبيع منتجات اطفال.
الباير بيرسونا بتاعتك مين؟ هل الطفل؟ لا مش الطفل، الام اللي بتدور على راحه وامان طفلها. يعني الام هي الشريحه المستهدفه بتاعتك. اديك يا عم عرفت الايه الجمهور المستهدف بتاعك، او عرفت الباير بيرسونا بتاعتك. بس هل انت عرفت الام دي اهتماماتها ايه؟ عمرها، سنها، تفاصيلها؟ انا عندي هنا باير بيرسونا تمبلت انا عامله لك ان شاء الله باذن الله، هسيبه لك تحت في الكورس ده. الباير بيرسونا تمبلت ده بكل بساطه هو نموذج شخصيه المشتري، نموذج كده بكل بساطه. تمام، انت بتسجل الاول في الموقع ده اللي هو بورس لاين، وان شاء الله باذن الله انت بتقدر تبني نموذج كده بكل بساطه تقدر تعرف فيه شخصيه المشتري بتاعتك. طيب بعد ما بتسجل بيفتح لك اللينك اللي انا مجهزه لك، اللي هو ايه؟ الباير بيرسونا تمبلت. حرفيا انت من التمبلت ده انت هتقدر تعرف العميل بتاعك. انت دلوقتي وليكن مثلا خلينا نقول على المثال اللي فات اللي هو ايه؟ اللي هو الام وطفلها. تمام، عامة هو النموذج ده عام عشان تقدر النموذج ده انت تقدر تعدل فيه براحتك، تقدر تعمل تصميم من جديد، تقدر تعدل فيه، تقدر تحط التايمرز بتاعتك. اولا كده انت بتحدد اهو يا باشا، عندك اسئله كلها، حدد جنسك، حدد عمرك، هل انت اعزب ام متزوج، هل لديك اطفال، ايه هو مستواك التعليمي. حرفيا كل الحاجات اللي ليها علاقه بالبيزنس بتاعك هتلاقيها في التمبلت ده. طب لو جينا دخلنا مثلا على تصميم، ممكن تحدد تصميم التمبلت اللي انت عايز تشتغل عليه من هنا كده، او تعمل واحد جديد. ده التمبلت اهو. بتيجي على الاعدادات، عايز تعمل مثلا لغه الاستبيان باللغه العربيه عادي براحتك. تمام. طيب هل يشترط ان انا الاستبيان ده كل الجمهور اللي بيتابعني يعمله؟ لا مش شرط، على الاقل الجمهور اللي اشترى منك، او على الاقل الجمهور اللي في الميدل اوف ذا فانل. الله، هو ايه الميدل اوف ذا فانل ده؟ ان شاء الله بعد ما اخلص الجزئيه دي هفهمك مراحل الفانل بالتحديد، عشان احنا لسه هنبني فانل كمان. طيب خلينا نكمل هنا. طبعا تقدر تعمل مشاركه تقدر تعمل مشاركه طبعا للاستبيان بتاعك. عامه دي اداه، تمام، هي بتبقى مدفوعه، بيديك 7 ايام مجانا. انت بعد ما بتخلص 7 ايام عادي بتعمل اكونت جديد عادي، يعني الموضوع بسيط. عايز والله تستخدمه بشكل يعني مستمر، خلاص انت حر براحتك يعني. تمام. طيب عندك التمبلت كمان بيقدر يديك تقارير. الله، هل هو بيستخدم جوال ولا لا؟ وعلى فكره انت تقدر تعدل في التقارير دي بشكل عادي براحتك. هنا مثلا على شكل قرص اقدر اخليها مثلا بشكل اللي هو الشموع. تمام، طبعا هنا مفيش داتا فمش هيظهرها لي. تمام، تقدر كمان يعمل لك زي نظام كده نسبه مئويه. تمام، اللي يفضل طبعا انها تكون بشكل شموع كده. بص بيحدد لك هنا القنوات اللي بيشتغل عليها. تمام، تقدر انك انت طبعا تضيف او تعمل تمبلت براحتك ليها. طيب انا عايز اعرف ازاي العميل بيجاوب على التمبلت ده، عايز اعرف كده زي نظام العميل ده باختصار بيشوف التمبلت ده ازاي. خلينا نفعل التمبلت. بتيجي هنا وتضغط على تنشيط، وبعد كده بتروح عامل معاينه، بيوديك على طول على التمبلت. تمام. طيب بيقول لك هنا شكرا لك على الوقت الذي تقضيه في اكمال الاستبيان. بالظبط ممكن 5 دقايق، ممكن اقل من 3 دقايق على حسب اللي انت بتحدده. خلينا نبدا كده نشوف الاسئله اللي احنا حطيناها. اول حاجه المعلومات الشخصيه، شوف حددنا اهو رجل ولا امراه. يبقى رجل. تمام. سنك، بيتحدد السن بتاع العميل من 18 ل 24 سنه. تمام. اعزب ولا متزوج؟ والله انا راجل سنجل. تماما. مستواك التعليمي، انا دبلوم ولا دبلوم جامعي ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا اعلى من الماجستير؟ دبلوم جامعي. انا بجاوب اسئلتي عادي جدا. معلومات مهنيه، ما هو المسمى الوظيفي الخاص بك؟ بيرفورمانس ماركتير. انا بيرفورمانس ماركتير اهو. بيرفورمانس ماركتير، ده باختصار كاني عميل بالظبط اهو. 2 ايه هي المسؤوليات اللي انت بتعملها في الوظيفه بتاعتك؟ والله العظيم انا راجل بقدم محتوى عن رياده الاعمال والبيزنس اونلاين والتسويق الرقمي. تمام. طبعا العميل طبعا هو بيجاوب على الاسئله دي. العميل لو هو ليه لويالتي عندك خلاص العميل بيجاوب على الاستبيان بشكل تمام. انت ممكن تعمل زي نظام كده عرض بسيط، لو جاوب على الاستبيان ده وتاخد خصم 80%، انت كده حرفيا يعني بتاخد كميه داتا رهيبه. ما هي الادوات والبرامج اللي انت بتستخدمها؟ حرفيا انت بتخش تفاصيل شغله كمان. والله انا بستخدم الاي اي مثلا في شغلي، على سبيل المثال بستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، بدوس تاكيد.
ماذا تفعل عادة في يوم واحد في العمل؟ معلش، او في يوم واحد من العمل انت بتعمل ايه؟ والله العظيم انا بصحى الصبح، بشرب كوباية القهوة، تمام، واشتغل على سبيل المثال يعني. تمام. بعد كده بندوس تأكيد. بعد كده ما هي مؤشرات اداء وظيفتك؟ يعني انت دلوقتي انت اداء وظيفتك عامل ازاي؟ انت كويس، وحش، مبسوط، زعلان في الشغل، والله ضاغطين عليك، والله العظيم مطحون يا معلم. احنا بنقول امثله يعني، عادي اي حاجه. اتنين، لمن تقدم تقرير ادائك؟ يعني انت بتقدم التقرير بتاع شغلك ده لمين؟ والله بقدم التقرير ده ليه، وليكن مثلا، طبعا دي اسئله عامه، تمام، بتقدر ان انت تحدد فيها براحتك، والله بقدمها لمثلا وظيفه مديري في الشغل. تمام. بعد كده بينقلك بقى على اسئله تانية كتير، تبدا ان انت براحتك طبعا تحدد الاسئله دي على حسب البيزنس بتاعك. تمام. كده احنا بكل بساطه عرفنا ان العميل بتاعنا بالظبط هو شخصيته ايه، وبيحب ايه، بيكره ايه. ده كل بساطه اللي انت ممكن تعمله. لو تلاحظ كل او زمان يعني لما كنا بنيجي نلعب العاب، يقول لك جاوب على الاستبيان ده وخد وخد مثلا 20 كوين، جاوب على الاستبيان ده واكسب مثلا $80. ده النظام اللي كانوا ماشيين بيه علشان يعرفوا شخصيه المشترين بتاعتهم. خلاص كده احنا عرفنا السؤال او جاوبنا على السؤال، العلاقه ما بين الماركتنج ميكس والايه والفن. في الليسون اللي فات احنا عرفنا ايه هو الفانل بشكل رئيسي، صح؟ كان شكله كده بالظبط. الفانل بيتكون من 4 حاجات اساسيه او تقسيمات اساسيه. الايدا، رقم 1 الاويرنس، 2 الانترست الاهتمام، الديزاير او القرار، ورقم 4 الاكشن او الكونفرجن او الشراء، ايا كان الايه الفانل بتاعك متقسم ازاي. احنا قلنا لكل بزنس والفانل ايه بتاعه. طب انا دلوقتي انا ابني الفانل ازاي؟ ازاي ابني فانل؟ انا عايز افهم ازاي اقدر ابني فانل. ازاي نبني فانل حقيقي؟ اولا كده انك ببساطه تعمل رحله واضحه للعميل، تبدا من لحظه ما يسمع اسم البراند بتاعك لاول مره لحد ما يشتري، او بمرورا بجميع مراحل الفانل. طيب اللي انا عايزك تعرفه بقى يا معلم، واللي احنا ما قلناهوش في السيشن اللي فاتت والسيشن اللي قبل اللي فات، انا الفانل ده بيتقسم معايا ل3 حاجات اساسيه: التوفو والموفو والبوفو. ايه الكلام ده؟ تعالى يا معلم. الموفو او معلش التوفو هو ايه؟ التوب اوف ذا فانل، اختصار للتوب اوف ذا فانل يعني مقدمه الفانل. الموفو وهو الايه؟ الميدل اوف ذا فانل يعني منتصف الفانل، اللي هو في مرحله الايه؟ اللي هو في مرحله الديزاير والايه والانترست. والبوفو اللي فيه الاكشن اللي هو البوتوم اوف ذا فانل. انا بكل بساطه ما بين كل مرحله من مراحل الفانل دي اقدر ابني الفانل بتاعي. طب ازاي اقدر ابني الفانل بتاعي؟ اولا كده لازم تحدد الباير بيرسونا. مين الناس اللي انت عايز توصل ليهم؟ مشاكلهم ايه؟ اهتماماتهم، احلامهم، بيستخدموا منصات ايه، ازاي بياخدوا قرار الشراء. لازم تخرج من المرحله دي عارف الباير بيرسونا او النقاط العميل كامله، تمام، والاهداف طبعا اللي بيحاول يحققها. طيب خلينا كده نبدا واحده واحده بقى من بعد. طب انا خلاص دلوقتي عرفت الايه العميل بتاعي بشكل تفصيلي، خلينا نبداها واحده واحده بقى يا معلم. التوب اوف ذا فانل، العميل هنا مش عارفك ولا عارف انت بتقدم ايه، يبقى كده رقم 1 يا باشا سجل معايا في النوت. اوعى تعدي كده ليسون غير لما تبدا تسجل معايا. احنا بدانا نخش على كلام تقيل شويه. التوب اوف ذا فانل وهو مقدمه الفانل، العميل مش عارفك، تمام. تركيزه ان هو تركيزك في المرحله دي انك انت بتخلق الوعي بالمشكله او الحاجه بتاعت العميل. مش بتبيع هنا، لا، انت بتعلم الناس، بتعرفهم انت بتقدم ايه المنتج بتاعك، ايه الخدمه بتاعتك اللي انت بتقدمها، تمام. حرفيا في المرحله دي انت الكامبينز بتاعتك بتكون مبنيه على انت بتقدم ايه، انت ممكن تساعدنا في ايه، انت يا ابني انت مين. باختصار كده مقدمه الفنل باختصار انت مين، تمام. طيب طبعا خلينا ندي امثله كده، زي طبعا الفيديوهات التعريفيه والبوستات مثلا اللي هي اللي بتوعي العميل، بوستات الوعي والكلام ده كله. مثال عملي زي ايه؟ مثلا لو انت بتبيع مثلا خلينا نقول برنامج لاداره الوقت. في برامج بتكون كده ليها علاقه باداره الوقت، زي ايه؟ زي نوشن مثلا. انا بقدم مثلا على سبيل المثال، دي خدمه انا بقدمها، انا بقول مثال، تمام. ودي من طبعا في التوب اوف ذا فانل نعمل بوست مثلا على سبيل المثال وليكن 5 اسباب ليه الناس بتفشل في تنظيم وقتها.
بدون ما تذكر طبعا البرنامج بتاعك. شوف بقى كده المثال ده حرفيا خلاص انت كده بدأت تفهم شويه. يبقى في التوب اوف ذا فانل انت بتروح للعميل بتاعك بشكل غير مباشر، انت مش عارف العميل، هو مش عارف انت بتقدم ايه، بس انت بتحل له مشكلته برضه. 5 اسباب. احنا دلوقتي خدنا مثال نوشن، تمام، او ده برنامج نوشن، ده عامه برنامج لتنظيم الوقت، تمام. 5 اسباب ليه الناس بتفشل في تنظيم وقتها، تمام. وتروح ذاكر الاسباب في بوست كده معين او فيديو او ريل ايا كان. حرفيا الكونتنت بتاعك يكون مبني حوالين الجزئيه دي كده بالظبط في مرحله التوب اوف ذا فانل. بس انت خلي بالك، اوعى في المرحله دي ثم اوعى تبني كونفرجن كونتنت، ان انا عايز ابيع او اعمل محتوى بيعي يا جماعه. بعد ما تقول له مثلا البوست وال5 اسباب احنا بنقدم الخدمه دي او بنقدم برنامج لتنظيم الوقت، اشتري الان. غلط تماما انك انت تدخل في المرحله دي او تبدا كده على طول. اوعى تختصر الفانل بتاعتك، تمام. كده بيدي ضعف ثقه للعميل، والعميل بيفقد الثقه فيك، اللي هو انت عايز تاخد مني فلوس وخلاص، تمام. ده كده احنا خلصنا مرحله الايه، ده كده احنا خلصنا مرحله التوب اوف ذا فانل. طب الميدل اوف ذا فانل، انت هنا بدات بقى يا معلم خلاص، انت بدات تجمع داتا من الفانل الاولى. ما خلي بالك انت في الاول بيخش لك ايه، خليني كده معلش افتح الدرو عشان ابين لك حاجه كده بحيث ان انت تبقى فاهم معايا كده وايه ومصحصح معايا. حلو الكلام. طيب انت هنا بيجي لك داتا عملاء، حلو، بتسمع عنك. نفترض بقى ان انا قدمت المحتوى بتاعي ويكون مبني على الايه، على التوب اوف ذا فانل. انا في المرحله الاولى خلاص، انا البيزنس بتاعي في مرحله الايه، التوب اوف ذا فانل او التوفو، حلو. هل كل العملاء دول بيمروا معايا بالمرحله الثانيه؟ لا، ده جزء منهم. الجزء منهم دول بقى يا معلم اللي هو الايه، اللي هو الاتنشن. بدات ان انت تجذب انتباههم بقى، خلاص المحتوى بتاعك بيكون مبني على جذب الانتباه او انتباه الشريحه دي. ففي شريحه دخلت معاك هنا في الميدل اوف ذا فانل. طب المحتوى بتاعك هيبقى عامل ازاي هنا؟ بتبدا انك انت تشرح تفاصيل اكتر عن الخدمه بتاعتك، وتعمل زي نظام كيسز او ايه، حالات كده، تمام. تبدا انك انت تشرح فيها الخدمه بتاعتك او المنتج بتاعك. وكمان تعمل في المرحله دي زي نظام كده ريفيوز، اللي هو ايه، ريفيوز عن الايه، على السوق بشكل عام. قال يعني ايه ريفيوز عن السوق، او يعني ايه الجزئيه دي؟ مش فاهم. انك انت بتديله نصايح حوالين برامج اداره الوقت. لو احنا دلوقتي بنين على مثال، خلينا ماشيين على نفس المثال، تمام. بس بعد كده يا باشا بتروح بقى في نفس في نفس برضو الفانل دي، او في نفس الجزء ده من الفانل، بتبدا انك انت تعرض الخدمه بتاعتك، بس ما بتعملش بيع. برضه في نفس الوقت انت لسه ما تخشش في مرحله البيع دلوقتي. انا بقى والله انا برنامج نوشن بيقدم 1 2 3 والمميزات بتاعته 1 2 3. خلاص الداتا بتاعتك بدات تسمع عنك اكتر. خلينا ناخد مثال عملي افهم اكتر، معلش. بعد ما العميل بيفهم انه عنده مشكله في اداره الوقت، تبدا توري له مقارنه بين مثلا عده طرق لاداره الوقت، وتوضح ان توضح ان طريقتك او البرنامج بتاعك هو الاحسن او الافضل. ما خلاص بقى انت بتعرض المميزات بتاعتك فين؟ في الميدل اوف ذا فانل. بعد كده يا معلم تخش بقى على المرحله الاخيره من الفانل، وهي الايه، البوفو او البوتوم اوف ذا فانل، تمام، اللي هو قاع الفانل. طيب انا عايز اعرف قاع الفانل ده هنا بقى عباره عن ايه؟ المرحله دي يا معلم العميل بيبدا بقى خلاص، الدنيا بتبدا تصفى معايا شويه. العميل هنا بيبدا ياخد قرارات، يبدا يخش يكلمك على البيج، يبدا ياخد خلاص، دي مرحله القرار، تمام. والشراء، خلي بالك الشراء هنا معايا في الايه، في البوتوم اوف ذا فانل. انا من رايي الصراحه، انا عندي مرحله الديزاير او القرار هي بتشترك ما بين الاثنين، الموفو والبوفو، ولكن الشراء هو البوتوم اوف ذا فانل. العميل بياخد الاكشن معاك، تمام. طب انت بتروح له ازاي؟ تبدا تعمل له بقى خصومات على العروض اللي انت على البرنامج بتاعك. خلاص بقى، ما هو عارف انت بتقدم ايه والبرنامج بتاعك باختصار ايه، تمام. تعمل له زي نظام كده مثلا استشارات، مكالمات بيعيه مباشره، الكلام ده بكل بساطه يعني ايه، خلاص انت فهمت المقصد يعني من الكلام ده. طيب ازاي بقى ابني الفانل صح لاي براند؟ ببساطه انك تعمل رحله واضحه للعميل، تبدا من لحظه ما يسمع اسم البراند لحد ما ايه، ما يشتري. الفانل هي طريقه او استراتيجيه لتحويل واحد غريب لزبون في البراند.
ده كده بكل بساطة العلاقة ما بين رحلة العميل او العلاقة ما بين الفانل ورحلة العميل والماركتنج ميكس والباير بيرسونا كمان. الله، رحلة العميل، انت ما كلمتنيش عن رحلة العميل. خلاص بقى، انت كده حرفيا من بعد ما من بعد ما فهمت الفانل ومن بعد ما فهمت الباير بيرسونا وازاي تعمل باير بيرسونا بشكل سليم، وفهمت اصلا ايه الباير بيرسونا دي، بدأنا بقى ان احنا نخش على ايه؟ على جزئية الكاستمر جورني. طيب قبل ما اخش على رحلة العميل انا محتاج انوه عن حاجة مهمة جدا 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 في الفانل. تمام، اخر حاجة ان شاء الله، مش هنتكلم في الفانل تاني، انا عارف انا صدعتك من ناحية الفانل دي، بس حرفيا الموضوع مهم جدا. تمام، وان شاء الله احنا هنبني عليه حاجات كتيره جدا قدام. هو مبني على الكونتنت والاعلانات اصلا يعني، وكمان اللاندنج بيجز او الويب سايت بتاعك. يعني انت متخيل الموضوع ده مهم ازاي؟ انا دلوقتي ببني مايند سيت عندك. تمام، طيب حلو الكلام. انا عندي رقم واحد زي ما قلنا، من ضمن الحاجات المهمه اللي انا عايزك تركز عليها، من بعد ما عرفت العميل بتاعك، تمام، وحددت الباير بيرسونا بتاعتك، سنه، اهتماماته، الانترست والكلام ده كله، وعرفت البيزنس بتاعك في انهي مرحله من الفانل، وعرفت انك انت تبني فانل بشكل سليم. الحاجات اللي انت لازم تركز عليها الايه من ناحيه الفانل، الثلاث حاجات اللي احنا قلنا عليهم، سواء الموفو او معلش التوفو او الموفو او البوفو. تمام، انك انت الكونتنت بتاعك او المحتوى اللي انت بتقدمه على الصفحات بتاعتك والاعلانات اللي انت بتعملها، تمام، والرسالة الإعلانية بتاعتك اللي انت بتقدمها او رسالتك اللي انت بتقدمها تكون كلها مشتركة حوالين التوفو والموفو والبوفو. يعني انت بتقدم ده في التوفو، وبتقدم القيمة دي كمان في الموفو، والقيمة دي كمان في البوفو. تمام، اظن الرسالة وضحت. طيب الكاستمر جورني او رحلة العميل، ازاي اقدر اتعرف على رحلة العميل بتاعي؟ اول حاجة انا باخد الاكشن او ردود الافعال اللي بتجيلي من كل مرحله من مراحل الفانل. اول حاجه مرحله الوعي، هل العملاء بيسمعوا عني؟ او اول ما سمعوا عني، هل في مرحله الوعي العميل شاف الفيديو بتاعي كله؟ انا بخش على الانسايت بتاع الفيديو، تقدر ان انت طبعا تشوف الموضوع ده ان شاء الله في السيشنز اللي جايه، نعرف الموضوع ده ازاي. هل العميل مثلا او الناس اللي شافت او الجمهور اللي شاف الفيديو بتاعي او الفيديوهات او الكونتنت اللي انا بقدمه، هل نسبة الظهور بتاعه عالي؟ لا، وكمان مش نسبة الظهور بس اللي انا بحكم عليها، هل في الناس بدأت ان هي تشوف الفيديو لاخر دقيقة عندي، الناس تشوف البوست او تفضل او قرأت الكونتنت اللي انا كاتبه؟ الكلام ده انا ممكن اعرفه، ممكن اعرفه ان شاء الله في السيشن اللي جاي، نعرف ازاي الكلام ده بيتعمل. طيب تاني حاجه الاهتمام، الناس بدات ان هي تقرا وتسمع اكتر وتفهم اكتر من الكونتنت ده. ده كله رحله، دي رحله عميل. تمام، بعد ما العميل اهتم خلاص دخل على مرحله القرار، بدا ان هو يشتري الايه، الخدمه بتاعتي او المنتج بتاعي. تمام، بعد ما اشترى عجبه المنتج، بدا ان هو ناخد منه ريفيوهات او ولاء من العميل نفسه. العميل خلاص بدا ان هو يقول شكرا ليك، والله ان شاء الله باذن الله المنتج بتاعك انا هشتريه تاني او الخدمه بتاعتك. بعد كده الترويج، قال لا هو العميل ممكن يروج لي، يبدأ العميل ان هو يرشحك لاهله، يرشحك لاصحابه. فكده دي بكل بساطة رحلة العميل في اي بزنس. ده كده بشكل عام، ما دخلناش بشكل دقيق، ولكن انت عرفت وفهمت لما شرحنا الفانل والماركتنج ميكس، الماركتنج ميكس والفانل، وعرفنا الفرق ما بين كل مراحل الفانل، عرفنا خلاص وفهمنا الكاستمر جورني بتبقى عاملة ازاي، او رحلة العميل بتكون عاملة ازاي معايا. حلو الكلام. خليني كده برضو ابسط لك الدنيا اكتر. رحلة العميل هي الرحلة، تمام، اللي العميل من اول ما بيسمع عنك لحد ما يكون ليه الولاء ويروج او يسمع الخدمة او المنتج بتاعك للناس او يرشحها للناس تانية. بيعمل ايه في المرحلة دي كلها؟ سمع عني ازاي؟ جالي منين؟ جالي مثلا من على لينكد ان ولا من على فيسبوك ولا من على تويتر؟ ايه هي الاكشنز اللي خدها؟ هل هو كلمني اتصل عليا ولا كلمني على الصفحة؟ طب هل هو مثلا عمل لي ريفيو؟ هل هو مثلا عمل لي كومنت ولا لا؟ وهو بيشتري اشترى من انهي بوست او اشترى من انهي؟ دي بكل بساطة هي رحلة العميل. هل لازم نعرف رحلة العميل؟ الكاستمر جورني يا صديقي هي من اكتر الحاجات اللي بتختلف اختلاف تام على حسب كل بزنس. الكاستمر جورني هي رحلة العميل في البيزنس بتاعك انت. تمام، فالكاستمر جورني هي رحلة عميل، وزي ما قلنا كل عميل وليه سلوكياته، كل عميل وليه اهتماماته، كل عميل وليه ظروفه المادية، وكل عميل وليه رغباته واحتياجاته الخاصة.
عامة الكاستمر جورني زي ما قلنا، العميل هي رحلة العميل من أول ما يسمع عنك لحد ما ياخد من عندك قرار ويشتري، لحد كمان ما يروج لك بنفسه، ولحد ما تاخد منه ريفيو. فبكل بساطة انت لو رميت الضوء على الرحلة دي كلها هتعرف بجد ازاي الماركتنج ميكس والماركتنج فانل والباير بيرسونا أثروا على رحلة العميل، وفهمت بالتحديد العميل بيعمل معاك ايه، وبتعرف بالتحديد العميل بالظبط اشترى من انهي بوست، العميل اشترى من انهي لاندنج بيج او من اي ويب سايت، العميل جالك الموقع نفسه يعني جالك المقر بتاع البيزنس نفسه، ولا كلمك على التليفون، ولا هل هو مثلا تواصل معاك. العميل من اول ما سمع عنك هل هو مثلا سمع عنك من خلال ريفيو، ولا هل هو سمع عنك من خلال اعلان. فدي بكل بساطة تفاصيل الرحلة، وكل عميل بتختلف رحلته اختلاف تام على العميل التاني. كأنها كده باختصار كل عميل وليه الكود التعريفي بتاعه، وليه كود الرحلة بتاعته. وبكده يا صديقي نكون انتهينا من الليسون الثالث من الماركتنج باث. انا عارف ان الليسون كانت تقيلة شوية وكانت طويلة، وهي اطول من الليسونين اللي فات، بس ان شاء الله بإذن الله تكون انت استفيد استفادة كبيرة جدا من الليسون ده. وخلي بالك قال الله تعالى في سورة الإسراء الآية 85: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل ما تتعلم أكتر كل ما تحس إن أنت مش فاهم أكتر. إن شاء الله استناك في الليسون الرابع.